انا يعني خلينا بس نتكلم في حته، لان خلاص فاضل لنا بالظبط يعني دقائق معدوده. المواطن والمواطنه، هل ولاء الشيعة في مصر بشكل قوي لمصر ام لايران بشكل اعلى من ولائهم لمصر؟ قبل كده حسن نصر الله في لبنان قال انا ولائي لايران اقوى من ولائي للبنان، هل على نفس الشاكله شيعة مصر؟ والله هو الموضوع ابسط من كده بكتير، بس هي المشكله ان سبحان الله، يعني في فئه غبيه بجد وعايزه زي السوس بينخر والله العظيم في الشعب المصري، اسمهم الوهابيه بجد. هم اللي بيعملوا كل حاجه، هم اللي مزقوا ما بين المسلمين والاقباط، هم اللي مزقوا بين المسلمين والمسلمين، هم نفسهم ممزقين كلهم، هم مدارس كلهم. ده اولا. ثانيا حضرتك، انا عرفت نفسي ان انا قلت حضرتك ان انا كنت سلفي وتشيعت، انا ما كنتش شيعي. انا والدي حاصل على ماجستير في اصول الفقه السني، الاستاذ اللي بيقول اللي اتبرأ احصائيات. منك. انت كذاب، لا اتبرأ منك، انت كذاب. والله اتبرأ هل منك. والدك واخواتك سني ضربوك. ولا كذاب، انت كذاب والله اتبرأ منك، والله انت واخواتك كذاب. ضربوك والله. عشان زوجتك بتتصل بالشيعة وبتقول لهم زواج المتعة، صح؟ يعني صح ولا لا؟ لا بلاش تجاوز يعني. اجيب تسجيلات بكده؟ لا استاذ محمود بلاش. لا كده عيب، كده عيب، كده عيب، ده كده تجريح، كده ما ينفعش، ده كده تجريح، أظن ده كده كده ما قليل ينفعش. الادب. أظن لا كده لا ما لا ينفعش. خلاص يا استاذ وليد، انت كده ازاي تجيب سيره زوجة؟ ازاي؟ عيب عليك، انا ما قلتش كده، خليك محترم، عيب. انا ما قلتش كده. اتفضل يا استاذ وليد واهدى، انا بعتذر لك، اتفضل، انا بعتذر لك. مشاهدينا فاصل وانا واصل معكم.